واش لا فافا كي سمعتو مزيان اش تعاودوا. المهم اخوتي كيما خليتو لنا اخوتي في الكومونتير بغيتو تعرفوا شي حاجه على الاوس بيلدوم اخوتي. شنو هو الاوس بيلدوم اخوتي؟ الاوس بيلدوم هو التكوين المهني. المهم انا اخوتي غادي نشرح لكم واحد الشرح مبسط بسيط بالدارجه اخوتي باش كلشي توصل المعلومه. غادي نشرح للناس، غنشرح بالنسبه للناس اللي عايشين في المغرب، وبالنسبه للناس اللي عندهم اقل من 25 سنه، وبالنسبه للناس اللي اكثر من 25 سنه، والناس اللي في اوروبا. وما ننساوش خوتي الحراقه وشنو خاصهم يديروا باش يوصلوا للاوس بيلدوم بالمانيا. هذا هو البلان، تبعوا الفيديو حتى الاخر. نخليكم من الانترو ورجع لكم. هذا هو البلان اخوتي. غادي نشرحوا الدراري غير بشويه بوكا. خليكم معنا اخوتي، تبعوا الفيديو حتى الاخر وبشويه عليكم. نحاول اخوتي نضرب بشويه حيت بزاف ديال المشاهدين ديالي تيقولوا لي كتهضر بالزربه، وانا ما تنقدرش اخوتي نضرب بشويه. هاكدا تنهضر انا بالزربه. كما كتشوف اخوتي يدي في جيبي اخويا ما جبت معايا الليكات، راه واحد السم ديال البرد ما نقول لكمش. المهم ندخلوا في الموضوع، خلينا من البرد دابا. غادي نبداو اخوتي بالناس اللي عايشين في المغرب وباغيين يجيو يديروا اوس بيلدو. اوكي، كاين الناس اللي عندهم اقل من 25 سنه، وكاين الناس اللي عندهم اكثر من 25 سنه. نبداو اخوتي بالناس اللي عندهم اقل من 25 سنه، يعني الناس الشباب اللي تيقراو، اللي عندهم باك واللي ما عندهمش باك. المهم المشكله ديال هاد الناس اللي عندهم اقل من 25 سنه ضروري اخوتي من الباك واكثر من الباك. علاش قلت لكم الباك؟ حيت هادو غادي يجيو يكملوا القرايه ديالهم ديال الاوس بيلدوم في المانيا، التكوين المهني في المانيا. يعني شنو المرحله ديالهم خصهم يديروا الشباب؟ حيت الدراري الشباب هما اللي كيسولوني بزاف. خوتي اللي اقل من 25 سنه، لا ما عندكش الباك اخويا ولا اختي، ما تسولش في هذه القضيه هذه. ديك الباك خويا اختي مزيانه بزاف، غيعاونك الباك مزيان، غادي يعاونك الباك. المهم شنو هي المرحله الاولى خصك دير؟ المرحله الاولى من بعد الباك خاصك ضروري يكون عندك بي اينس وبيتس فاي. وضروري شوف، من الاحسن الناس اللي تيقراو من الاحسن يكون عندهم بيتس فاي. بيتس فاي تيعاونهم على الملف ديالهم كيتقبل. الا كان عندك بيتس فاي الملف ديالك كيتقبل. يعني قلنا البي اينس ولا بيتس فاي مع الباك تديروا هادشي كامل، تديروا تيرمين اخوتي مع القنصليه ديال القنصليه. كاينه قنصليه كاينه في الرباط، القنصليه ديال المانيا كاينه في الرباط. كتشد التيرمين قبل هادشي ضروري من التيرمين. ما عندكش باش تمشي تما تقول حقا باغي نفعل من الوراق ولا شي لعيبه ولا شي حاجه، لا ضروري من التيرمين. قبل التيرمين وسولوا مع شنو هما الاوراق اللي خاصك تجيب مع ديك مع البي اينس والباك. ضروري خصك تسولهم، وداكشي كامل تيكون في الانترنت خوتي. حاولوا تبقاو تعاونوا شويه، عاونوا راسكم الدراري في جوجل. شي في جوجل راه كاين اي حاجه كاينه في جوجل. اش تنقول لكم انا خوتي؟ انا براسي كنجيب بزاف د المعلومات من جوجل، وداكشي اللي كنعرف تنزيدو بلوس الفيديو. هذا هو البلان. المهم شنو قلنا خوتي؟ بي اينس الباك، وتمشي خاصك تطلب فيزا باش تكمل القرايه ديالك. هذه ماشي فيزا عمل، هذه كتسمى فيزا باش تكمل القرايه ديالك في المانيا. يعني باغي دير التكوين. كاين اللي كيجي ستودانت، كاين اللي تيبغي يكمل القرايه بالباك وتيقرا بيتس فاي وتيطلب يكمل القرايه، يقرا نورمال. فهمتي؟ بحال نقول كنتمنى يكون هادشي واضح. حنا كنقول دابا مقل من 25 سنه هذا الشيء اللي خاصو يدير بنادم. خاصو يكون عنده بي انس. تنعاود بي انس وبيتس فاي. فهمتي كيفاش؟ وشوف شوف داك التكوين اللي باغي يكمل فيه هو. فهمتي؟ التكوين اللي باغي هو، اللي حاب هو. فهمتي؟ التكوين اللي باغي هو يكمل فيه. بالنسبه اللي عنده اقل من 25 سنه يدير شي تكوين زوين. فهمتي؟ يدير شي تكوين زوين ميكانيك، شي حاجه زوينه، الكتريك، شي حاجه اللي زوينه. فهمتي؟ اللي غيستافد منها مستقبلا، مهندس، شي لعيبه. فهمتي؟ اللي غيستافد منها، اللي غيكون فيها بزاف د الفلوس. هذه بالنسبه اللي باغي يكمل القرايه ديالو، غيكون جاي ناضج وعارف بزاف د الحوايج. يعني راه عنده الباك وعنده بي انس، من ما يكون يعني يكون عنده الراس ديالو يكون عامر. فهمتي؟ يكون الراس ديالو عامر، يجي يكمل القرايه ديالو هنايا. غيجي لالمانيا غادي يقرا، غادي يبدا يخلص اخوتي. هذا اللي غيجي من المغرب راه يبدا يخلص الكرا ديالو. غير باش تكونوا عارفين، يبقى يخلص الكرا ديالو خاصو ضروري 10 المليون باش يجي بها، 10 المليون في البنكه واللعيبات وكذا باش يتقبل باش يجي. المهم ندوزو للمرحله الثانيه. نحكيها لكم، وغادي نبقاو في المغرب اخوتي. ودابا الناس اللي اكثر من 25 سنه، 26 30 40 زيد حتى الفوق، هاد الناس هادو يعني غادي يكون عندهم تكوين مهني. كاع اللي عنده تكوين مهني اخوتي مصادق عليه. فهمتي؟ عند الدوله تكوين مهني غادي يكون مصادق عليه، ماشي تكوين مهني عادي. تكوين مهني ماشي شي شهاده تجيبها، ماشي
كما تنقولوا بحال دابا اللي كاين الشواهد ديال الحلاقه اللي كتعطاو على برا وكذا، خاص داكشي كامل يكون مصادق عليه من الدوله. الا لقات المانيا ضروري كتقول لك شي حاجه تكون مصادق عليها، فهمتوا كيفاش؟ المهم يكون عندك تكوين اخويا، التكوين ديالك بلوس بي 1 بي 2 كما تنقول لكم. علاش نزيد لكم بي 2 حيت بي 2 هي اللي كتعاون بزاف. عندك تكوين اخويا، تكوين حيت القانون 2020 خرج واحد القانون، المانيا تترغب بيد عامله تجي عندها المانيا، فهمتوا كيفاش؟ يعني يد عامله خوتي، ماشي يد عامله عاديه تكون انت معلم. كاين بزاف د الناس معلميه في البلاد، كاين بزاف د الميكانيك وبزاف د الناس معلميه، ولكن المشكله ديالهم هي ما عندهمش التكوين. يعني ما يقبلوكمش داك الفيزا ما غاديش يقبلوكم داك الفيزا وما يقبلوكمش باش تجيو. خاص ضروري يكون عندك تكوين مهني، تكوين مهني مصادق عليه ديما خوتي. تكوين مهني تنعاود نقولها. رانا عارف بان بزاف ديال الناس عندهم حرفه وعندهم بزاف د الحوايج ومعلميه، ولكن ما قاريينش وما عندهمش تكوين مهني. التكوين المهني هو اللي تيعاون اخوتي. المهم التكوين المهني مصادق عليه بلوس بي 1 القرايه بي 2، وكتخبط لك الوريقات ديالك وتطلعهم من القنصليه الالمانيه، تتشد رانديفو قبل ما تطلع للقنصليه، كتقول لهم شنو غادي نجيب انا، شنو عندي شنو غادي نجيب هذيك كتسمى فيزا عمل. يعني ملي كتطلع لك الاوراق اللي متطلبين اللي بغاتهم القنصليه اللي غادي تلقاهم في جوجل وغادي تسول عليهم هما اونلاين، ولا تصيفط لهم جيميل وديك تكتبوا داكشي كامل. ودابا اخوتي غادي نقول لكم واحد اوسبيلدوم اللي مطلوب بزاف بالمانيا. انا ما عارفش بان في المغرب واش كاين ولا ما كاينش، سمعت بان راه كاين. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو مضمونين 100%، هذا راه ما كتطلب اخوتي لا باك لا حتى شي حاجه، لا الصحمص. يعني كتطلب 9 سنين د القرايه. 9 سنين د القرايه كما تنقولوا حنا 4 ايام، فهمتي؟ اعدادي. يعني كان عندك اعدادي، حنا من الاعدادي عارفين بان كنمشي نديرو التكوين. يعني ملي كتمشي دير التكوين، هذا شوف دابا هذا الفيديو كامل ديروا على هذه النقطه هذه اخوتي. هذه النقطه هذه ملي كتمشي دير التكوين حاول دير الت فليكا. شنو هي الت فليكا اخوتي؟ الت فليكا هي دار العزازه. دار العزازه يعني الالمان هنايا قليل اللي تيخدمها، قليل اللي تيخدم دار العزازه. فيها ثمن زوين حتى هي اخوتي، كتوصل حتى ل 2500 الاورو، فهمتي؟ 2600. الا كان عندك اوس بيلدوم، كاين الناس يخدموها بلا اوس بيلدوم هنا في المانيا تيخدموها تيقبطوا واحد 1200 بحال هكا، فهمتي؟ يعني لا عندك اوس بيلدوم في المغرب. الت فليكا اخوتي باش نهضروا بالدارجه. يعني دار العزازه اخوتي، يعني دار العزازه هذه الخدمه هذيك تكون فيها شي التكرفيس. يعني كاين بنادم ما تيبغيش، راكم عارفين تمشيو للناس الكبار تغسلوا لهم كلشي باش ما نبقاش نقول هادشي هنايا. تغسل بلان كتغسلوه كامل، اي حاجه كانت فيه خاصك تقادى، فهمتي؟ وكاين شي لعيبات تعطي دواء، شي كينات كتدق له شي شوكه، داكشي كتعلم في الاوس بيلدوم. داكشي ما تيكونش بزاف، فهمتي؟ ما تيكونش شي حاجه اللي كبيره. المهم الحاجه اللي كبيره هي تعطي الماكله، تجلس معاه، تغسل له، كتقابلو. لحد الان اخوتي انا مازال معكم في المغرب. يعني الناس اللي باغيين يجيو مضمونين ان شاء الله، حاولوا الدراري ديروا دار العزازه، تخدموا، فهمتي؟ هنا كتسمى الت فليكا، ديروا التكوين ديالها ان شاء الله بلوس بي 1 و بي 2 ان شاء الله. كتدفع الملف ديالك للقنصليه ان شاء الله مع التلمين والمسائل. نتمنى ان شاء الله تجيو، علاش ما تجيوش؟ حنا باغينا كلشي يجي ان شاء الله. والمانيا باغي يد عامله، وحق الله لا مازال باغي يد العامله بزاف. هما باش يعجبوك تيبغيو داكشي يكون قانوني، فهمتي؟ حنا بلاتي غنجيكم الحراقه هما شنو خصهم يديروا، حيت ضروري انا حراق تنقول داك الشيء اللي خاص يدير الحراقه. ولكن الناس كيطلبوا لي مساكن ماشي حراقه، باغيين يجيو قانونيين. انا كنشرحوا لهم شويه بشويه. نتمنى هادشي يكون الشرح ديالي باين واضح، ونتمنى ان شاء الله ما نكونش غلطنا في شي حاجه. المهم انا هادشي اخوتي اللي كنعرفو، رانا اصلا المدام ديالي خدامه في الت فليكا اخوتي، المانيا، وخدامه الت فليكا. داكشي باش نقول لكم انا الت فليكا اللي عارف عليها معلومه بزايد. وما راه كاينين بزاف ديال التكوين المهني، لي زوطيل و كرانكشفيستا هي اللي تنقولوا بحال دابا فرمليه، هادشي كامل كاين. وين هادشي تتطلب الباك. انا بانت لي هادي ما كتطلب حتى انا في اوروبا. كون قاري ما تكونش قاري كتدخلها. انا اي واحد هنايا ما كانش قاري كاع يمكن له يدخلها. الناس اخوتي اللي جاو هنايا بتكوين مهني المانيا، شنو دير معاهم؟ تعطيهم حق في السكن واحد 6 شهور، حق في السكن. كدير معاهم واحد التيست، فهمتي؟ كتمشي تجربهم في الخدمه ديالهم واحد 2 سيمانات، تلقاهم شو ملي كتكون انت جاي هو هذاك مريقن، عندك اوس بيلدوم مزيان وعندك بي انس مزيان، راه كتقبل هما ضروري. كتسمى بالالمانيه تيقولها بخوبا ابايس، فهمتي؟ بخوبا ابايس بحال نقول لك تجي تدير شنو نقول لك تيست، ولا ما عرفتش كنقول لا، ما بغيتش ما عرفتش كنقول لا. المهم كتجي تخدم واحد اليومين 3 ايام تيشوفوك كي تدير ديك الخدمه واش غادي مزيان، واش مرتاح فيها. يعني هما ديك الساعه تيقبلوك ولا ما يقبلوكش. المهم
ملي كدير بخوبا ابايت داك الساعات هما تتقبل كتعاود تكمل داك التكوين ديالك. داك التكوين تيكون تكوين بلوس ابايت، يعني انت كدير التكوين المهني وتيعطيك واحد الاوقات الخدمه، فهمتي كيفاش واش هاد الخدمه كتمشي تخدم ديك الخدمه اللي انت خدام فيها وكتقادا شهريا والسكنه على حسابه. ملي كتكمل التكوين المهني ديالك تيطلبوك واحد تعطيك واحد الشهور تقلب على العمل. فوق كتلقى العمل تدفع لهم بان راه لقيتي العمل صافي، ديك الساعه خرجت الاقامه ديالك ديال عامين، ومن بعد انت خدام غادي هو هذاك خرج الاقامه ديال الدائمه، وبلوس انت راه عندك ديك المسائل ديالك مع المده تتقلب على الجنسيه. دابا خوتي غنتكلموا على الناس اللي حارقين هنايا كيفاش يقدروا يستافدوا من الاوس بيلدوم ولا قرايه، وحتى الناس اللي قبضوا الوريقات ديالهم وبغاو يديروا اوس بيلدوم شنو هي الطريقه المبسطه باش يديروا هادشي. اوكي ملي كتجي حارق تمشي كدير اللجوء ياك. ملي كدير اللجوء راه تيبقى لك واحد لاشونس، فهمتي، ماشي كبير بزاف هو صغير، فهمتي، واحد البلاصه صغيور انت وزهرك. تحسي في واحد المدن ولا شي ولايات بحال فيها خبيز كما تنقول حنا الدرجه فيها خبيز، يعني تقدر ملي كدير اللجوء تقدر اخويا، ماشي نقول لك ماشي 100% تقدر يتعاملوا معاك يعطيوك اقامه ديال اللجوء. من بعد ديك الاقامه ديال اللجوء تيمكن لك تقرا فيها ياك، تقرا فيها. انا تعرف الناس الدراري تنعرف انا الناس جاو حارقين معنا في 2015 عطاوهم اقامه ديال اللجوء وعطاوهم حق في القرايه ياك اخوتي، وداروا تكوين مهني والحمد لله ضربوا ديك 3 سنين ديالهم ونجحوا في التكوين المهني اللي داروا وشدوا وريقاتهم. كاين واحد الدري ودحومتي شد الوريقات ديالو. المهم سوبر ديكاس لي من هذا المنبر كنشوف هذا الفيديو هذا، الله يعاونك خويا الله يسهل عليك. كما قلت لكم اخوتي يعني راه عندكم شويه الزهر، وبالاغلبيه الدراري قاصر تكون قاصر. ملي كتدخل اخويا قاصر اخويا كتدخل لالمانيا حاول تستافد حيت المازور شويه قضيه قاصحه عنده، ولكن القاصر ملي كتدخل قاصر عندك حق تقرا ياك. ملي كتكون تقرا انت طلب لهم اخويا قرا انت قرا شد البي اس وطلب لهم قول لهم الله يرحم الوالدين حنا بغينا نديرو اوس بيلدوم، ما يحيدولكش فهمتي. وشنو الاوس بيلدوم اللي تقدر ديرو انت وانا واي واحد هنا في المانيا هو التفليكه. تنعاود نقول لكم الدراري دار العزازه، يعني دار العزازه كي الا بغيتي ديرها شنو المرحله الاولى خصك دير. تنهضر معكم دابا انا براسي لا تنقرا البي اس، يعني ما نديرش البي اس اخوتي 100% غنمشي ندير التفليكه باش نكون معكم واضحين. انا التفليكه تنخدم فيها بعض المرات المدام ديالي كتمشي تدبر عليا فهمتي، راه كاين شويه القوالب هنا وصافي. المهم تنمشي تندبر خديمه فهمتي، وكنتعلم في نفس الوقت كنتعلم. المهم مي اون فوا غادي نشد البي انس انا ولا انت ولا اي واحد هنا في المانيا عنده بي انس يمشي لدار العزازه، حيت دار العزازه تكون شركات تديرهم فهمتي. كتمشي لدار العزازه راه تيكونوا في اي حومه تيكونوا. دابا حنا كنسكنوا هنا كاين حتى انا شي 3 ولا 4 غتمشي تدخل كتقلب على المدير السلام عليكم وعليكم السلام انا بغيت نخدم هذه الخدمه هذه كيفاش هما وتيعجبوا الحال ملي كتجي انت عنده، حيت بزاف الناس ما تيخدموهاش فهمتي. تقول له راه بغيت نخدم هذه الخدمه هذه كذا تيقول لك مرحبا، تيكتب له ورقه بانك راه بغيت تخدم هذه الخدمه هذه. كتمشي انت ديك الساعه المقاطعه ديالهم كتدفع لهم بانك انت راه لقيتي هذه الخدمه ديال التفليكه فهمتي، وتيكون ديك البي اس هما ديك الساعه اوتوماتيك اخوتي كيدفعوا لك بانك تمشي دير الاوس بيلدوم. والاوس بيلدوم اخوتي فيه هذا فيه عامين و3 سنين. 3 سنين كتكون شطه كما تنقولوا حنايا تكون قويه، وعامين حتى هي ما بيهاش فهمتي، فيها عامين وفيها 3 سنين. حاول تقرا 3 سنين، يعني ملي كتكون تقرا راه كتقرا وكتخدم وكتخلص. الا ما كتكون واقيلا خلصك كتكون واحد 700 الاورو ما كتكونش بزايد، ولكن هذاك الناس ملي كتمشي عندهم ديك الناس الكبار والله القسم ما كيدبروا عليك فهمتي. عليك كيعطيك 5 اورو تيعطيك 10 اورو فهمتي كيفاش داك الشيء متحدف على حسب الخدمه اللي كتخدم انت. الا كنت كتعامل معاهم زوين وهذه راه الناس كيتعاملوا معاك وتيدبروا عليك واش فهمتي. تقدر يبقى يصيفطك عندهم الديور فهمتي كيفاش. الا كانت عندك بيرمي يعطيك طوموبيل، اسمع اخوتي كانت بيرمي يعطيك طوموبيل. الطوموبيل الدراري والله الا مربوحه، يعني انت يمكن لك تسافر بها، يمكن لك دير بزاف د الحوايج بديك الطوموبيل. كلشي على حسابهم ليسانس ولا مازوت على حسابهم اخوتي فهمتوا كيفاش. القضيه مربوحه الدراري. نتمنى يكون وصل لكم هذا الميساج هذا. تنقول لكم اخوتي ديما التفليكه هي الحل الزويون لينا وليكم بالنسبه للناس اللي ما قاريينش فهمتي. هي فيها تماره هذه تنقول لكم الناس اللي ما قاريينش عندهم نيفو 9، يعني شنو غدير نيفو 9؟ تمشي تخدم انت يا فهمتي موظف كبير ما يمكنش. هذه مربوحه، ويعني ملي كتكون عندك اوس بيلدوم راه كتخلص مزيان فهمتي، راه كتخلص مزيان. اوس بيلدوم راه كتخلص من 2000 اورو للفوق، 2300 2400 فهمتي. المهم الدراري نتمنى يكون وصل لكم هذا الميساج هذا، ونتمنى يكون وصلت شي معلومه فهمتي مبسطه. نتمنى ما نكونش غلطنا، وهذا هو البلان. وبالنسبه للحراقات اللي بغيت نقول لكم اخوتي، الحراقه اخوتنا
راه هذا هو البلان. يعني كتجي كدير اوس بيلدينغ، كتلتزم، كدير عقلك، ما كدير مشاكل ما والو. هاد الناس هادو راه هما كيتعاملوا، ما تيلقاوك زويون باغي تقرا. كاين دابا الناس كيجيو حراقه عندهم ساكن باك وقاريين ومثقفين، فهمتي؟ راه لا ما خصك تستافد منهم، فهمتي كيفاش؟ تقول بنادم وحدانا هنايا تنصيفطوه نخليوه نعطيوه فرصه، واش فهمتي كيفاش؟ فرصه هي تمشي تقرا، تسد البيئه ديالك، تتقلب التكوين المهني، وانا تنعرف الناس جوج الناس. واحد راه تا هو عنده اليوتيوب، تا هو دار تكوين مهني، واش ما سدو ولا مازال ما سدو. غير هي ملي خاصكم ديروا تكوين مهني خاصكم تزيروا رواحكم باش ما تضربوش داك 3 سنين كامله في الزيرو. يعني ملي كتسخط المره الاولى المره الثانيه واخا كتعاود كلشي من الزيرو. هذا هو البلان. نتمنى اخوتي يكون وصل الميساج. تحياتي لكم الدراري، واللي بغى شي حاجه معلومه اخوتي ديما لي كومونتير لي كومونتير لي كومونتير، هبطوا لي كومونتير اخوتي، خليو شنو بغيتو تعرفوا. هذا هو البلان. تحياتي لكم كاملين، موت عليكم، سلامه.